جبت لك عماره ديال البريوات اولا حشوه ساهله مهله وتوجديها في دقيقه 90. كيف ما كتعرفوا دابا اخر يعني اواخر رمضان خصنا نديرو غير داكشي سريع. كيف ما كتشوفوا هنا عندي بطاطا اللي مسلوقه، شديتها معكتها شي شويه غير شويه بالفورشيط، وعندي الطون. من الاحسن الطون يكون بالزيت، ما كتحيدولوش داك الزيت ديالو كيتفرتوه وتزيدوه. وعندي المعدنوس وبصله محكوكه وغير الملحه والبزار. كيف ما كتشوفوا خلطت كل شيء وغادي نعمر البريوات ديالي، ومن بعد غادي ندخلهم الفرانه ولا غادي نديرهم في الاير فراير على حسب، لان درت كميه كثيره. اير فراير غادي تاخذ ليا شويه الوقت، فكنظن بلي غادي ندخلهم الفران. وها هما البريوات ديالي كيف ما كتشوفوا هنايا. انا هاد المقله هذه غادي ندخلها الفران، ولكن راه درت النص في الاير فراير، يعني راني قسمت دهنتهم بهاد الزبده هذه اللي كتكون شويه سائله زوينه البنات وعمليه، ويعني شنقول لكم براتيك. ها هي البنات كنشريها على هذا الشكل، هذه السميه ديالها بلونطافا. راه كطيبوا بها وكدهنوها لهذا الشيء هذا اللي كيدخل الفران، يعني راه الصراحه كتهني ويعني عمليه. وها البريوات ديالي موجودين البنات، هما خرجتهم من الفران. المهم اللي خرج من الفران خرج، واللي خرج من الاير فراير خرج. هانتوما البنات راه كيجيو محمرين وكيجيو مقرمشين. المهم كيجيوش محمرين كاملين لان داخلين يعني ما مقليينش في الزيت، ومن الافضل ما نقليوهمش في الزيت. يعني من الاحسن نقصوا شويه من الزيت. الاير فراير ولا الفران الصراحه احسن من القليان في الزيت.